الخبر؟ أمن وأمان، كأن الطيور أحست بالصقر يحوم حولها. لقد رأت حرملة يا قبيش. أصبت قبيش يا حرملة. وقعنا في الفخ. حرملة، هذه آخر أنفاس تلفظها، ولا منفذ للفرار غير أن تتبخر أو تتصاعد دخانا إلى السماء. أوصي وصيتك، فالمختار قد جاءك بنفسه ليقطع أنفاسك النتنة، فإذا كنت تدعي شجاعة قف في مكانك ودافع عن نفسك واختر السلاح الذي تحارب به. بأي سلاح يحب المختار أن أقبض روحه؟ بالقوس والنبل أم بالخنجر؟ أنت بقوسك الواهن وسهامك اللعينة لا تستطيع أبدا إلا قتل الأطفال الرضع. لعل الخنجر ينفعك اليوم أيها البائس. خنجر لك وخنجر للأمير المختار. يا للعجب، السلطان المختار في الميدان. ما كنت أحسب أنك تستطيع ترك عرش السلطنة لتأتي إلى الميدان، واشترطت شروط البطولة للمناجزة والمباراة. خنجر لك وخنجر لي. الآن وقد أقمت لنفسك دولة وتاجا وعرشا باسمي المطالبة بدم الحسين. من الندم ألا تسمع ماذا رأى الحسين يوم عاشوراء، وحسبك ما فعلته أنا به، فاسمع ذلك قبل أن تموت. عندما استولى العطش على معسكر الحسين بأكمله، دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى ونادى ونادى. والسهم الثالث، السهم الثالث، سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة صدره. اقطع صوتك أيها اللعين!